السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بيكم حبايبنا في ثالثة ثانوي في محاضرة جديدة من محاضرات منهج الأحياء. النهاردة بقى يا شباب معانا الغدة القذرية. فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك إن شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. طيب إحنا بنتكلم عن إيه يا شباب النهاردة؟ بنتكلم عن الغدة، ركز معايا الله يكرمك، الغدة القذرية. طيب سؤال يا دكتور، هو إحنا ممكن ندي للغدة القذرية ده اسم تاني؟ قال لك بص يا سيدي، الغدة القذرية ممكن نقول عليها الغدة الفوق كلويه. طب ليه يا دكتور فوق كلويه؟ قال لك لان انت كده لو جيت رسمت الكليتين، ادي الكليه الاولى اهي وادي الكليه الثانيه اهي، لو جيت رسمت الكليتين بالشكل ده، رسمه كله كده بسرعه، هتلاقي ان الغده القذريه موجوده فوق الكليه اهي، الغده القذريه موجوده فوق الكليه. فعشان يا دكتور الغده القذريه بتكون موجوده فوق الكليه، فبنقول على الغده القذريه الغده الفوق كلويه. يبقى يا دكتور الغده القذريه موجوده فين؟ موجوده فوق الكليه. خلصت، يبقى الموقع بتاعها فوق الكليه، انتهت. طيب لو جينا يا دكتور كده كبرنا الغده القذريه هنا اهو، يعني جيت كده اهو كبرت الغده القذريه بالشكل ده اهو اهو اهو، هلاقي الغده القذريه عندي بتتكون من ايه؟ قال لك هتلاقي الغده القذريه بتتكون من جزء خارجي اهو وجزء داخلي. يبقى في جزء خارجي وجزء داخلي، الجزء الخارجي اللي هو بالابيض ده، والجزء الخارجي اللي هو بالاسود ده، اللي هو الداخلي اللي هو بالاسود ده. تمام. قبل ما اكلمك عن الجزء الداخلي والجزء الخارجي، محتاج ان انا اكلمك عن البيضه. عارف البيضه بيكون عليها دي كده البيضه اللي احنا بناكلها، وحوالين البيضه دي بيكون في قشره اهي. طيب القشره اللي احنا بنقشرها اسمها قشره البيضه. طيب اللي احنا بناكله اسمه النخاع بتاع البيضه. جميل. طب على نفس الوزن ده كده الجزء الخارجي، كده ده الجزء الخارجي من الغده القذريه، وده كده الجزء الداخلي من الغده القذريه. طيب الجزء الخارجي من الغده القذريه هنسميه ايه؟ هنسميه يا دكتور بالقشره او الكورتكس يعني. تمام. يبقى الجزء الخارجي ده بنسميه القشره. طيب انما يا دكتور الجزء الداخلي هنسميه ايوه النخاع. صح كده؟ في اي مشكله في الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. يبقى الخارجي اسمه قشره والداخلي اسمه نخاع. طيب هو يا دكتور معلش واحده واحده كده، هو احنا اصلا ليه بنتكلم عن الغده القذريه او الغده القذريه دي بتعمل ايه؟ قال لك يا ابني الغده، اي غده عندنا بتفرز هرمونات. ايوه يا دكتور انت قصدك يعني ان الغده القذريه برضه بتفرز؟ يا سبحان الله، شوف يعني انا قصدي ان الغده القذريه بتفرز هرمونات. شوف يا اخي والله مش مصدقك. طيب يبقى الغده القذريه يا شباب بندرسها عشان ايه؟ نشوف الهرمونات اللي هي بتفرزها. قال لك يا شباب القشره بتاعت الغده القذريه بتفرز هرمونات، والنخاع بيفرز هرمونات مختلفه. يبقى قشره الغده القذريه بتفرز مجموعه من الهرمونات، والنخاع بيفرز مجموعه من الهرمونات بس بتكون مجموعه مختلفه. طيب ايه يا دكتور الهرمونات اللي بتتفرز من قشره الغده القذريه؟ قال لك حبيب قلبي الهرمونات اللي بتتفرز من قشره الغده القذريه هي 3 مجموعات من الهرمونات. ادي اول مجموعه، وادي تاني مجموعه، وادي تالت مجموعه. طيب اول مجموعه من الهرمونات يا شباب اللي بتفرزها قشره الغده القذريه اسمها الهرمونات السكريه. يبقى دي كده اول مجموعه من الايه؟ اول مجموعه من الهرمونات اللي بتفرزها القشره. طيب تاني مجموعه يا شباب من الهرمونات اللي بتفرزها القشره اسمها مجموعه الهرمونات المعدنيه. المعدنيه يا دكتور يبقى بتشتغل على معادن اكيد. ايوه صح. تالت مجموعه من الهرمونات يا شباب اللي بتفرز من القشره اسمها مجموعه الهرمونات الجنسيه. طيب انما النخاع بيفرز ايه يا دكتور؟ قال لك بيفرز الادرينالين والنور ادرينالين. تمام. دي كده مجموعه، دي كده هرمونات على طول. تمام. يبقى هرمون الادرينالين والنور الادرينالين بيطلعوا من النخاع. طيب يا دكتور معلش ارجع لي للقشره تاني. انت بتقول يا دكتور ان القشره بتفرز هرمونات السكريه. طيب الهرمونات السكريه او مجموعه الهرمونات السكريه دول عباره عن ايه؟ قال لك والله عباره عندك عن هرمون الكورتيزون وهرمون الكورتيكوستيرون. تمام. يبقى الهرمونات السكريه عندي زي مين؟ زي الكورتيزون والكورتيكوستيرون. تمام. طب يا دكتور الهرمونات المعدنيه عندي زي مين؟ قال لك زي الالدوستيرون. طب يا دكتور الهرمونات الجنسيه زي مين؟ قال لك الهرمونات الجنسيه عندك زي التستوستيرون والاندروستيرون والاستروجين. واحد بنتكلم بقى عن هرمونات جنسيه انثويه، والبروجستيرون. تمام. استنى الراجل ده يعدي عشان ايه؟ ما يعملش صوت في الفيديو. ثانيه واحده نكمل مع بعض يا شباب.
يبقى احنا قلنا ان دي مجموعه الهرمونات السكريه والمعدنيه والجنسيه، ودي الادرينالين والنور بتاع من النخاع. تمام، دي كده كانت بدايه، يعني الكلام اللي انا بقول لك ده عباره عن ايه؟ بدايه بس يعني ايه، بفهمك الدنيا رايحه فين. تمام، لكن لسه ما شرحناش ولا لسه عملنا اي حاجه. فانت لو الدنيا ضايعه منك احنا لسه ما قلناش حاجه، فاهم؟ لسه واحده واحده. طيب انت يا دكتور وانت بتبدا لي المقدمه بتاعت الهرمونات، قلت لي يا دكتور الهرمونات عندنا الهرمونات يا اما هرمونات دهنيه اللي هي يعني الاسترويدات، يا اما هرمونات بروتينيه. طيب بالنسبه يا دكتور للقشره، قال لك القشره دي يا شباب لو انت جيت بصيت على القشره هتلاقي ان القشره بتتكون من دهون، قشره الغده الكظريه بتتكون من دهون. ولذلك يا شباب الهرمونات اللي بتطلع من القشره بتكون هرمونات استرويديه، عباره عن استرويدات. يبقى هرمونات القشره عباره عن يا دكتور عن ايه؟ عباره عن هرمونات استرويديه، عباره عن استرويدات. يعني يا دكتور كورتيزون استرويدات، الكورتيكوستيرون استرويدات، الدوستيرون استرويدات، التستوستيرون استرويدات، الاندروستيرون استرويدات، الاستروجين استرويدات. اوكي، دي كلها هرمونات ايه؟ استرويديه. تمام. طيب يا دكتور بالنسبه للادرينالين والنور ادرينالين، قال لك دي عباره عن هرمونات بروتينيه، يعني بتتكون من بروتين. مش شايف الكلام ده؟ في ادنى مشكله. طيب بسرعه كده برضه يا دكتور، واحنا هنا ايه في المقدمه كده وعايزين نفهم شويه حاجات. لو تفتكر معايا يا دكتور قلت لي التي اس اتش ده هرمون بيطلع من الغده النخاميه او من الفص الامامي من الغده النخاميه يروح على الغده الدرقيه، بحيث ان الغده الدرقيه تفرز هرمون الثيروكسين. صح. وقلت لي يا دكتور ان الغده النخاميه برضه بتطلع هرمون تاني اسمه الاكت اتش. وقلت لي يا دكتور اكت، قلت لي كده وقفت على الكاف كده او القاف اللي هنا، قلت لك بنسميه اكت اتش عشان هو بينبه قشره الغده الكظريه. ايوه يا دكتور، اذا يا دكتور لو انا عايز الغده الكظريه او قشره الغده الكظريه تفرز الهرمون بتاعتها، فانا هطلع لها اكت اتش من الجزء الامامي او الجزء الغدي منين؟ الغده النخاميه. يبقى الاكت اتش ده يا دكتور بيروح ينبه قشره الغده الكظريه عشان قشره الغده الكظريه تفرز الهرمونات ايه؟ بتاعتها. طب يا دكتور مين اللي بينبه النخاع عشان تفرز الهرمونات بتاعته؟ انت قلت لك الاكت اتش ده بينبه القشره. طب النخاع يا دكتور مين اللي بينبهه؟ قال لك النخاع بيتنبه عن طريق عصب اللي هو عندنا العصب السمبثاوي. تمام، يبقى النخاع تنبيه عصب، انما قشره الغده الكظريه تنبيه هرموني عن طريق الاكت اتش. دي كده يا شباب كانت بدايه. واحده واحده هنخش في الشرح، وهربط لك كل حاجه وافهمك كل حاجه. تمام. تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم عن اول مجموعه من الهرمونات عندنا، الا وهي الهرمونات السكريه. تمام. يبقى اول حاجه كده يا دكتور عندك بسم الله الرحمن الرحيم، واحد الهرمونات السكريه. معايا يا واد عمي؟ اوعى تتوه مني. الهرمونات السكريه، انا يا دكتور عندي سؤال صراحه من اول ما انت قلت لي الهرمونات السكريه، بس مش عارف اساله. عايز ايه يا حبيبي؟ طبعا الهرمونات السكريه زي مين؟ زي الكورتيزون، معلش كده عشان نبقى كورتيزون والكورتيكوستيرون. تمام. يا دكتور بقى انا عندي سؤال، بس من اول ما شرحته انا مش قادر اساله. عايز تقول ايه؟ هو احنا ليه يا دكتور سمينا الهرمونات السكريه اللي هو الكورتيزون والكورتيكوستيرون بالهرمونات السكريه؟ قال لك والله يا واد عمي سمينا الهرمونات السكريه بالهرمونات السكريه لان الهرمونات السكريه اللي هو الكورتيزون والكورتيكوستيرون بيعملوا ايض للمواد الكربوهيدراتيه. والمواد الكربوهيدراتيه دي يا شباب يا اما تكون سكريات، ايوه يا اما تكون نشويات. افهم بقى. فعشان الكورتيزون والكورتيكوستيرون بيعملوا ايض للسكريات، فعشان كده قلت عليهم مجموعه الهرمونات السكريه. بس فهي يا دكتور وظيفه الكورتيزون والكورتيكوستيرون هو يعملوا ايض المواد الكربوهيدراتيه زي السكريات والنشويات. والايض دي يا شباب افتكر معايا يا اما بناء يا اما يا اما بنبني حاجه يا اما بنهدم حاجه. تمام. يبقى كورتيزون وكورتيكوستيرون ايض المواد الكربوهيدراتيه زي السكريات وايه؟ والنشويات. خلصت. طيب كده خلاص يا دكتور، خلصنا الهرمونات السكريه. ايوه كده يعني تبع منهجك خلصنا الهرمونات السكريه. بس انا عايز اقول معلومتين كمان. والله يا شباب الكورتيزون ده مهم جدا 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 في صناعه الادويه جدا. ويعني لو انت عايز تعرف استخدامات الكورتيزون في الادويه، فاحنا في الفارما عندنا هتلاقي ان واحنا بندرس يعني دواء الكورتيزون في العلاجات، هتلاقي مثلا ان في 5 6 صفح او 7 8 صفح بيتكلموا عن استخدام الكورتيزون كعلاج او كادويه، بيستخدم فين وبيستخدم فين وبيستخدم فين وبيستخدم فين وبيستخدم فين. فالكورتيزون يعني تحسه كده ان هو تقريبا يعني ايه،
يقول لك لو انت جالك تعبان او راجل عيان او يعني حيوان تعبان ما تعرفش ايه المشكله اللي فيه، اديله كورتيزون. من كتر الاستخدامات يعني من كتر الاستخدامات اللي بنستخدمها او يعني الكورتيزون بيعالجها، يعني من كتر الامراض اللي بيعالجها الكورتيزون، يقول لك لو في حد تعبان ما تعرفش عنده ايه اديله كورتيزون، اكيد هيعالجه ان شاء الله. فاهم الفكره؟ فالكورتيزون مهم جدا جدا في صناعه الادويه. تمام، دي اول حاجه. طيب تاني حاجه يا دكتور، بسمع ان الناس اللي بتاخد الكورتيزون، الناس اللي بتاخد الكورتيزون جسمهم بينفخ، يعني الجسم بتاعهم بينفخ او الجسم بتاعهم بيكبر، او يعني من الاخر بيملوا، جسمه بيملى ميه او بيملى، فاهم، بيتخن كده. طب ليه يا دكتور اللي بياخد كورتيزون جسمه بينفخ او بيتخن او يعني بيملى ميه زي الناس بتقول؟ قال لك بص يا سيدي، لما الكورتيزون بيزيد ده بيزود الالدوستيرون. الالدوستيرون، ركز بقى معايا الله يكرمك، يبقى لما الكورتيزون يزيد الالدوستيرون يزيد. طب يا دكتور الالدوستيرون ده بيعمل ايه؟ قال لك ركز معايا الله يكرمك، الالدوستيرون ده يا حبيب قلبي بيشتغل على النفرونات بتاعه الكليه. تعال نرسم نفرون الكليه بسرعه كده. ده كده النفرون بتاع الكليه اهو، اهو انبوبه ملتفه قريبه، ثانيه هنل، انبوبه ملتفه بعيده، وفي الاخر القناه الجامعه. اوكي اهي، ده كده انبوبه النفرون. تمام. فالكورتيزون يا حبيب قلبي، الالدوستيرون حبيب قلبي بيشتغل على ايه؟ بيشتغل على النفرونات بتاعه الكليه. ايوه يا دكتور الالدوستيرون ده بيعمل ايه؟ قال لك الالدوستيرون ده يروح على البول ويسحب منه الصوديوم، يعني يرجع الصوديوم للجسم تاني. الالدوستيرون يرجع الصوديوم للجسم تاني، يرجع الصوديوم للدم تاني. طيب وياخد البوتاسيوم من الدم ويرميه في البول. يبقى كده الالدوستيرون عمل حاجتين، خد الصوديوم من البول ورجعه للجسم، وخد البوتاسيوم من الجسم ورماه فين؟ ورماه في البول. وهقول لك ليه بالتفصيل دلوقتي. يبقى خد الصوديوم من الدم من البول ورجعه للجسم، وخد البوتاسيوم من الجسم ورميه فين؟ رماه في البول. طيب يبقى كده يا دكتور الالدوستيرون عمل ايه؟ قال لك الالدوستيرون كده حبيب قلبي زود الصوديوم في الدم. طيب ايه المشكله يا دكتور؟ قال لك ما هو لما الصوديوم يزيد في الدم يا شباب ده بيزود تركيز الاملاح في الدم. طب يا دكتور ايه يعني تركيز الاملاح زاد في الدم؟ ما هي لما تركيز الاملاح يزيد معنى كده ان اسموزيه الدم زادت. ما هو لما التركيز بيزيد الاسموزيه بتزيد. اذا يا دكتور كده اسموزيه الدم زادت، يعني الدم بقى عالي في الاسموزيه. طب ما يبقى عالي يا دكتور ولا ناقص؟ انا اعمل له ايه الدم بقى عالي في الاسموزيه؟ قال لك لا ما تستنى، انت فاكر الاسموزيه كانت ايه؟ يا دكتور الاسموزيه هي انتقال الماء من التركيز الاقل للاملاح الى التركيز الاعلى للاملاح. طيب انا دلوقتي يا شباب دلوقتي الدم عندي بقى تركيزه عالي في الاملاح، معنى كده ان الميه هتروح للدم. اذا كده يا دكتور جسمي يعني دخل كده في عمليه حبس ميه، حبس ميه. ليه؟ ما هو الدم تركيزه عالي من الاملاح. طيب فالميه هتروح فين؟ الميه هتروح للدم. اذا كده يا دكتور جسمي كده حبس ميه. طب لما جسمي يحبس ميه تلاقي ان انت جسمك بدا ينفخ وبدا، فاهم، تتخن لما تاخد كورتيزون. فهمت ازاي الكورتيزون خلى جسمك يتنفخ او يخلي جسمك تقيل؟ عن طريق ان هو زود اسموزيه الدم. فلما اسموزيه الدم زادت ده خلى الدم ياخد الميه لان تركيزه بقى عالي، فلما الميه بقت كتير في الدم ده خلاك ايه؟ تتنفخ يعني وتتخن. تمام؟ طبعا في حته زياده بس يعني ايه تنفخ وتتخن. تمام؟ تمام. دي كده طبعا الحاجات دي كلها مش عليك، كل اللي عليك ان الكورتيزون والكورتيكوستيرون ايضا مواد كربوهيدراتيه. شكرا. تمام. تعال نخش على تاني مجموعه عندنا يا شباب من الهرمونات اللي بتفرزها القشره، هي مجموعه الهرمونات المعدنيه اللي هو مين؟ اللي هو الالدوستيرون. يبقى تاني حاجه كده عندنا يا دكتور بنتكلم عن الالدوستيرون. طيب يا دكتور انت لسه بنتكلم عن الالدوستيرون اهو، معلش هتكلم عليه بس بالتفصيل بقى. طيب قلت له يا دكتور الالدوستيرون ده بيشتغل على ايه؟ هقول لك والله بيشتغل على نفرونات الكلى، بس خلي بالك هو بيشتغل على نفرونات الكلى بشكل غير مباشر. انما الاي دي اتش اللي كان بيمتص الميه من البول ده كان بيشتغل على نفرونات الكلى بشكل مباشر لانه بيشتغل على الميه. تمام؟ انما الالدوستيرون ده بيشتغل على المعادن فبيشتغل على نفرونات الكلى بشكل غير مباشر. ماشي، شويه تفاصيل كده عشان وانت بتحل الاسئله. طبعا واحنا بنحل الاسئله هفهمك الكلام ده كله. تمام؟ تمام. تعال نرسم نفرون من نفرونات الكلى. ادي يا عم عندك اهو محفظه باومان سريعا كده اهو. اهو. ودي كده الانبوبه الملتفه القريبه، دي كده ثانيه هنل، ودي كده الانبوبه الملتفه البعيده، ودي كده القناه الجامعه. سريعا كده يعني رسمه كروكي. ها هو محفظه باومان بقت معقده، ماشي يعني تحسها معوقه شويه، ما عليه. المهم قول لي بقى يا دكتور الالدوستيرون ده بيعمل ايه؟ بس يا حبيب قلبي قبل ما اقول لك الالدوستيرون ده بيعمل ايه محتاج اديك معلومه. ايه يا دكتور المعلومه؟ عايز اقول لك المعلومه يا شباب بتاعتنا
ان الطبيعي ان البوتاسيوم بيكون جوه الخليه. البوتاسيوم بيكون فين؟ جوه الخليه. والطبيعي ان الصوديوم بيكون بره الخليه. يبقى بوتاسيوم جوه الخليه والصوديوم بره الخليه. طيب لو يا دكتور معلش كده لقيت البوتاسيوم بره الخليه، لو انا لقيت البوتاسيوم بره الخليه يبقى ده معناه ايه؟ بص بص يا حبيب قلبي، الطبيعي ان البوتاسيوم جوه ايه؟ جوه الخليه. معنى ان انا لقيت البوتاسيوم بره الخليه ان الخليه مش عادت محتاجه البوتاسيوم، او البوتاسيوم ده زياده. فادام الخليه رمت البوتاسيوم يبقى الخليه مش ايه؟ الخليه مش عايزاه واحنا مش عايزينه بره. يبقى احنا هنعمل فيه ايه؟ قال لك نتخلص منه، نرميه في البول. يبقى معنى يا شباب ان انا لقيت البوتاسيوم بره الخليه ان انا مش محتاجه، فهرميه فين؟ هرميه في البول. اوكي؟ اوكي، لكن الصوديوم ده انا محتاجه، الصوديوم ده مهم، محتاجه مثلا في انقباض العضلات. ما هو لما كنا من العضله كانت بتبقى الطبيعي انها بره سالب، بره موجب، وجوه سالب، دي كده حاله الاستقطاب. طيب لما يوصل لنا السيال العصبي ايه اللي بيحصل؟ قال لك الصوديوم يخش جوه، الصوديوم يخش جوه، الصوديوم يخش جوه، الصوديوم يخش جوه، فيخلي جوه موجب وبره سالب، دي كده حاله الاستقطاب، فبالتالي العضله ايه؟ تنقبض. تمام؟ هو انا قلت الاولى الاستقطاب ولا الاستقطاب؟ الاولى الاستقطاب. هنا خلاص بقى موجب جوه وبره سالب، ده كده الايه؟ الاستقطاب، يعني العضله دخلت في انقباض عضلي. تمام؟ فاحنا محتاجين الصوديوم ده في انقباض الايه؟ في انقباض العضلات، فمهم بالنسبه لنا. تمام؟ تمام. الالدوستيرون ده بيعمل ايه؟ الالدوستيرون ده عشان احنا محتاجين الصوديوم فيروح ياخد الصوديوم من البول عشان مش نرميه، يروح يمتص الصوديوم من البول ويرجعه للدم. وكده الالدوستيرون راح على نفرات الكلى، خد الصوديوم من البول وراح فين؟ وراح رجعه للدم. تمام؟ تمام. طيب الالدوستيرون بيعمل ايه تاني؟ قال لك الالدوستيرون بيلاقي البوتاسيوم بره الخليه، فيقول لك يلا انت اصلا مكانك جوه؟ يقول لك اه انا مكاني جوه، بس الخليه مش عادت محتاجاني فرمتني. قال له خلاص وانا كمان هرميك، بس هرميك فين؟ هرميك في البول. يبقى كده يا شباب الالدوستيرون رجع البوتاسيوم، رجع الصوديوم للدم، وخد البوتاسيوم الموجود في الدم وراح رميه فين؟ راح رميه في البول. طب يا دكتور ليه رماه في البول؟ يلا ما مش عدت محتاجه، ما دام انا لقيته في الدم يبقى الخليه رمته، وادام الخليه رمته يبقى الخليه مش محتاجاه، وادام الخليه مش محتاجاه يبقى انا مش محتاجه في جسمي، وادام مش محتاجه في جسمي يبقى ارميه فين؟ ارميه في البول. فالالدوستيرون ياخده ويروح ايه؟ يرميه في البول. تمام؟ والحته دي بقول فيها ايه؟ لو كان في الخير ما كانش رماه الطير، يعني البوتاسيوم ده لو كان في الخير ما كانش الخليه رمته، ما كانش طلعته بره، فدام طلعته بره يبقى احنا مش محتاجينه، فهنرميه فين؟ هنرميه في البول. تمام؟ يبقى الالدوستيرون يا دكتور يمتص الصوديوم من البول، وبياخد البوتاسيوم من الدم ويرميه في البول. في مشكله في الكلام ده؟ يبقى يمتص الصوديوم من البول وياخد البوتاسيوم من الدم ويرميه في البول. طيب تعالى كده شويه بوينتس. انا عايز اعرف الالدوستيرون ايه تاثيره على الصوديوم، وعايز اعرف الالدوستيرون ايه تاثيره على البوتاسيوم. طيب لو انا اتكلمت عن الصوديوم في الدم، الالدوستيرون بيعمل فيه ايه؟ هتقول والله يا دكتور الالدوستيرون واحده واحده، انا دلوقتي بسالك على الصوديوم. الالدوستيرون بيعمل ايه على تركيز الصوديوم في الدم؟ يبقى تركيز الصوديوم في الدم عايز اعرف الالدوستيرون بيعمل فيه ايه. طيب انت دلوقتي يا دكتور هتقول لي ايه؟ واحده واحده. هتقول لي ايه؟ هتقول والله يا دكتور الصوديوم بياخد الالدوستيرون بياخد الصوديوم من البول ويرجعه للدم. معنى كده يا دكتور ان الالدوستيرون قلل الصوديوم في البول، لانه خده من البول قلل الصوديوم في البول، بس زوده فين؟ زوده في الدم، لانه رجعه لايه؟ للدم. يبقى كده يا دكتور الالدوستيرون كده بيزود الصوديوم فين؟ بيزود الصوديوم في الدم، لانه بياخده من البول ويرجعه للدم، فكده الصوديوم زاد في الدم. طيب الالدوستيرون يا دكتور بيعمل ايه للصوديوم، لتركيز الصوديوم في البول؟ هقول لك والله هو اصلا بياخد الصوديوم من البول، يعني هو بياخد الصوديوم ويرجعه للدم، فكده زوده في الدم مفيش مشكله. لكن عمل ايه عمل ايه في البول؟ قلله في البول، لانه خده من البول ورجعه للدم. تمام؟ ده كده بالنسبه للالدوستيرون على الصوديوم. طب يا دكتور بالنسبه للالدوستيرون على البوتاسيوم في الدم، والالدوستيرون على البوتاسيوم في البول، هقول لك بص يا حبيبي، دلوقتي يا دكتور الالدوستيرون خد البوتاسيوم من الدم ورماه في البول. اذا كده يا دكتور الالدوستيرون قلل البوتاسيوم في الدم وزوده في البول، ما هو بياخده من الدم يرميه في البول، يبقى كده قلله في الدم وزوده فين؟ زوده في البول. يبقى كده يا دكتور قلله في الدم وزوده فين؟ وزوده في البول. تمام؟ الحته دي تكون مفهومه. تمام؟ اهم حاجه نفهمها مش تحفظها. اوكي. طيب عايز اعرف برضو يا شباب ايه علاقه الالدوستيرون مع ضغط الدم؟ دي عايز اجاوب برنس بقى. بص يا دكتور هحكي لك، يبقى دلوقتي عايز اعرف العلاقه ما بين الالدوستيرون وضغط الدم. تمام؟ بص يا دكتور هحكي لك واحده واحده. هتقول والله يا دكتور الالدوستيرون ده بياخد الصوديوم من البول، بياخد الصوديوم من البول يرجعه لايه؟ يرجعه للدم.
اذا كده يا دكتور الالدوستيرون ده بيزود الصوديوم داخل الدم، ما هو بياخده من البول يرميه في الدم، كده زود الصوديوم فين؟ زود الصوديوم في الدم. طب يا دكتور ايه المشكله يعني ان الصوديوم يزيد في الدم؟ يا لا، ما الصوديوم ده ملح، فلما يزيد في الدم كده بيزود تركيز الاملاح في الدم، او يعني من الاخر بيزود اسموزيه الدم. طيب يا دكتور لما الدم اسموزيته تزيد ايه اللي هيحصل؟ قال لك ما هو لما الاسموزيه بتاعت الدم يزيد ده تخلي الميه تروح تطلع من الخلايا، ما دلوقتي الخلايا تركيزها اقل للملح والدم تركيزه عالي للملح، فالاسموزيه هي انتقال الماء من التركيز الاقل في الاملاح اللي هو الخلايا الى التركيز الاعلى في الاملاح اللي هو الايه؟ اللي هو الدم. فالميه هتطلع من الخلايا تروح فين؟ تروح للدم. الميه تطلع من الخلايا تروح فين؟ تروح للدم. اذا كده يا دكتور حجم الدم هيزيد، ما هو عمال ياخد ميه من الخلايا، فبالتالي حجم الدم ايه؟ حجم الدم هيزيد او الفوليوم بتاع الدم يزيد. طب لما حجم الدم يزيد ده يعمل ايه في الضغط؟ قال لك يزود ضغط الدم. يعني سرعه الدم في الاوعيه الدمويه تزيد لانه حجمه زاد، ففاهم السرعه بقت تبقى عاليه، فاهم؟ كانك مثلا في نهر النيل، مثلا لو نهر النيل لو ان احنا مثلا عندنا الترعه بتاعتنا الميه فيها قليله، ايه اللي يحصل؟ هتلاقي معدل السريان قليل. طب لو الميه كتير معدل السريان عالي. معدل السريان ده اللي هو معدل الضغط يعني من الاخر بسهوله، يعني نفس الموضوع. لما حجم الدم يكون قليل فضغط الدم هيكون قليل، يعني سريان الدم هيكون قليل. طب لما حجم الدم يكون عالي ضغط الدم هيكون ايه؟ اللي هو سريان الدم هيكون عالي. تمام؟ انا بفهمك كل كلمه عشان ايه تكون فاهم كل كلمه جت ازاي. فلما حجم الدم يزيد ضغط الدم يزيد، واحنا كنا بادئين بالايه؟ بالالدوستيرون. فبالتالي يا دكتور لما الالدوستيرون يزيد ضغط الدم ايه؟ ضغط الدم هيزيد. لما الالدوستيرون يزيد لان لما الالدوستيرون يزيد هيرجع صوديوم من الدم، ولما الصوديوم يرجع للدم ده يزود تركيز الدم، ولما تركيز الدم يزيد اسمه الدم يزيد، فده حاجه ضغط الدم ايه؟ يزيد. شرحت لك صح؟ صح. يبقى يا دكتور علاقه الالدوستيرون بضغط الدم. تقول لي والله انا عايز العلاقه ما بين الالدوستيرون وضغط الدم. اقول لك والله لما يزيد الالدوستيرون ضغط الدم ايه؟ ضغط الدم يزداد. العلاقه ايه؟ فيها مشكله في الكلام ده؟ لا يا دكتور ما فيش اي مشكله. طيب احنا كده يا شباب خدنا مجموعه الهرمونات. واحده احنا نرجع تاني، خدنا مجموعه الهرمونات السكريه اللي هو الكورتيزون والكورتيكوستيرون، وقلنا ان هم بيعملوا الارض المواد الكربوهيدراتيه. وخدنا الالدوستيرون وقلنا ان هو بيمتص الصوديوم من البول ويرجعه للدم وياخد البوتاسيوم من الدم يرميه في البول. دلوقتي هنخش على مجموعه الهرمونات الجنسيه. طيب واحده واحده مع بعض كده نتكلم عن مجموعه الهرمونات الجنسيه. طيب بص يا شباب عشان تكون مفرق الدنيا، بص يا سيدي، احنا عندنا قبل ما نتكلم عن الهرمونات الجنسيه اللي طالعه من قشره الغده القذريه، خلي بالك من الحته دي الله يكرمك. احنا عندنا نوعين من الهرمونات الجنسيه. عندنا اول نوع هو الهرمونات الجنسيه اللي بتطلع من المناسل، يعني بتطلع من الخصيتين في الذكر والمبيض في الانثى. طيب الخصيه يا دكتور بتطلع ايه لو احنا بنتكلم عن ذكر؟ والانثى يا دكتور بتطلع ايه لو احنا بنتكلم عن والمبيض يا دكتور بيطلع ايه لو احنا بنتكلم عن انثى؟ المبيض بقى، المبيض بيتكلم عن ايه لو انت بتتكلم عن انثى؟ تمام؟ فاقول لك والله ان الخصيه بتطلع هرمونين، هرمون التستوستيرون وهرمون الاندروستيرون. دي كده هرمونات الخصيه. طيب ايه يا دكتور هرمونات المبيض؟ قال لك هرمونين، استروجين وبروجسترون. طبعا لسه هزود لك بس يعني ايه، خلينا بس واقفين عند ده دلوقتي، قدام هزود لك حته بس خلينا يعني ايه احنا كده توعي. يبقى انت عندك تستوستيرون واندروستيرون في الخصيه، واستروجين وبروجسترون في الانثى، ده الطبيعي. تمام؟ ده كده الهرمونات طالعه منين؟ المناسل. طيب دلوقتي يا دكتور انا عايز اتكلم عن بقى مجموعه الهرمونات الجنسيه اللي طالعه من قشره الغده القذريه. فدلوقتي هتكلم عن الهرمونات اهو، الهرمونات الجنسيه اللي طالعه من قشره الغده القذريه. طيب فلو احنا هنتكلم عن الذكر هنلاقي ايه، ولو احنا بنتكلم عن الانثى هنلاقي ايه؟ قال لك والله هتلاقي الهرمونات الجنسيه اللي طالعه من قشره الغده القذريه في الذكر عباره عن 4 هرمونات. يا دكتور كفالة الشر مش هرمونات؟ قال لك اقول لك هم 4 هرمونات، والانثى برضو 4 هرمونات. كفالة الشر عليك، بقول لك انك باين عليك تعبان. ماشي نقولهم. قال لك في الذكر هتلاقي ان قشره الغده القذريه عندك بتطلع تستوستيرون وبتطلع اندروستيرون وبتطلع بقى بص بقى استروجين وبروجسترون. طيب
بص يا دكتور، التستوستيرون فهمناها، اندروستيرون فهمناها لانه ذكر، لكن قشره الغده القذريه طلع كمان استروجين وبروجسترون. يعني يا دكتور قشره الغده القذريه هتطلع هرمونات انثويه في الذكر؟ ما تصحى معانا يا دكتور، يا اخي اصحى معانا. انا حاسس ان انت بقالك 3 4 ايام كده متغير، يعني انت مش مركز معانا. انت لا، انت كبرت وخرفت. انت لا لا بجد، لا حبيبي حبيبي، واحده واحده. دلوقتي سؤالك ليه بنفرز استروجين وبروجسترون في الذكر؟ قال لك بص، لو الذكر يا شباب عنده هرمونات ذكريه بس، هرمونات ذكريه بس، كل هرمونات ذكريه، ده هيخليه، انت عارف انت كده ايه، صارم. فاهم انت؟ محدش بيتكلم معاه، ما بيقدرش يستحمل كلمه من حد. هرمونات الذكوره عنده فاهمه مخليه عصبي عصبي، فاهم؟ لكن من حكمه ربنا ان الراجل عنده استروجين وبروجسترون، فمهديه شويه، فتحس ان هو ايه، يعني ايه، هادي شويه، حنين شويه، في راجل رومانسي، بيعرف يتكلم، بيعرف يسمع، هادي، بيعرف يتعامل مع الناس. فالاستروجين والبروجسترون ده يا شباب اصلا يعني حكمه من ربنا ان هم يعني بيهدوا الراجل شويه، تمام؟ طيب في الانثى يا دكتور، في الانثى يا شباب عندنا استروجين وعندنا بروجسترون وعندنا بقى تستوستيرون وعندنا البروجستيرون. طب ليه يا دكتور بنطلع تستوستيرون واندروستيرون اكتبهم معلش عشان بس احنا في الشرح. يبقى انت عندك استروجين وعندك بروجسترون وعندك تستوستيرون وعندك اندروستيرون، مفيش مشكله، اندروستيرون. طيب معلش يا دكتور، ليه بنطلع تستوستيرون واندروستيرون في الانثى ودي اصلا عباره عن هرمونات ذكريه؟ هنطلع هرمونات ذكريه في الانثى. قال لك الهرمونات الذكريه دي يا شباب مثلا اللي هو التستوستيرون والاندروستيرون مثلا بتساعد الانثى في بناء العضلات، تخلي الانثى عندها عضلات، مش عضلات يعني بيج رامي، لا عضلات يعني ايه، عندها عضلات، نسبه عضلات، فبالتالي تعرف تتحرك، تعرف تروح، تعرف تيجي، فاهم؟ دي يخلي الانثى مثلا ايه، انت يطلع لها مثلا، يبقى مثلا صوتها خشن شويه، يبقى فاهم في صوت طالع لها. انت عارف من غير الهرمونات الذكريه دي مش تلاقي الانثى اصلا مش طالع لها صوت. فمن حكمه ربنا برضو ان ايه، ان انت عندك تستوستيرون واندروستيرون في الانثى بحيث ان يبقى فاهم في صوت اعرف اسمعها، فاهمني؟ من غير التستوستيرون والاندروستيرون كنت هتلاقي الانثى، انت عارف انت ايه، قطه مغمضه، ما ينفعش تنزل الشارع، فاهم؟ اي حاجه فاهم ممكن توقعها، فاهم؟ تحس انها ممكن شويه هواء ممكن يجوا ممكن يوقعوا، فاهم؟ فمن حكمه ربنا ان الانثى برضه عندها تستوستيرون وايه واندروستيرون. في اي مشكله في الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. بس انا يا دكتور لما جيت قريت في الكتاب لقيت يا دكتور، معلش كده عشان يعني اكون واضح معاك، لقيت يا دكتور ان الهرمونات الجنسيه اللي بتطلع من قشره الغده القذريه ما بتكونش تستوستيرون واندروستيرون، انما بتكون مشابهه للتستوستيرون والاندروستيرون. يلا هي مشابهه، يعني ايه مشابهه؟ قال لك هو تستوستيرون بس هنا بيكون مرتبط معاه او اتش، يعني مرتبط معاه هيدروكسيل، وهنا اندروستيرون بس مرتبط معاه او اتش، استروجين بس مرتبط معاه او اتش، بروجسترون بس مرتبط معاه او اتش، فاهم؟ بس هو في الاخر ايه، تستوستيرون واندروستيرون واستروجين وبروجسترون، تمام؟ بس مشابه ليه؟ لانه هنا مرتبط معاه او اتش وهنا مش مرتبط او اتش، فبنقول ان ده يعني شبه ده، ما هو ده بس هنا بس مرتبط معاه او اتش، فاهم الفكره؟ فمش بيفرقوا عن بعض كتير، عشان بس حته مشابه يعني يكون ايه بالنسبه لك الموضوع سهل. فهو تستوستيرون واندروستيرون بس هنا مرتبط معاه او اتش، فيعني ايه شبه ده. قال يعني طب يا ابني هو تستوستيرون واندروستيرون بس شال او اتش عادي يعني، ماشي. فدي حته مشابهه يعني، تمام. طيب يا دكتور لو حصل خلل ما بين افراز الهرمونات الجنسيه في المناسل وما بين افراز الهرمونات الجنسيه في قشره الغده القذريه، طيب ولو يكن مثلا يا شباب ان الهرمونات الجنسيه في الغده القذريه زادت عن الطبيعي، فمعنى كده يا دكتور ان التستوستيرون هيزيد في الذكر مش مشكله، والاندروستيرون هيزيد في الذكر مش مشكله، بس ايه تاني هيزيد؟ الاستروجين والبروجسترون. يعني يا دكتور معنى كده ان الهرمونات الانثويه هتزيد في الذكر، فالذكر ده هتحس ان هو يعني ايه بيني وبينك منسون شويه، يعني فاهم؟ فاهم ثم العاشق، فاهم يعني؟ طبعا دي حاله مرضيه احنا ما بنهزرش، بس تحس ان هو ايه، فاهم؟ في صفات انثويه شويه، فتلاقي مثلا عنده حاله تسدي، طلع له ثدي، ليه؟ لان الهرمونات الانثويه طلعت له الثدي ده، فهمت الفكره؟ ده لو حصل خلل ما بين الهرمونات الجنسيه وما بين الهرمونات الجنسيه طالعه من قشره الغده القذريه ومن الهرمونات الجنسيه اللي طالعه من المناسل، تمام؟ طب بالنسبه يا دكتور للانثى، قال لك الانثى لو حصل خلل هنا وزاد الهرمونات الجنسيه طالعه من قشره الغده القذريه هيزيد الاستروجين وهيزيد البروجسترون وهيزيد كمان ايه، التستوستيرون والاندروستيرون، فهتلاقي الست دي يعني خشنه شويه، مستخشنه شويه. طيب فتلاقي الست دي مثلا ايه، عندها صفات ذكوره، يعني عندها استروجين وبروجسترون، عندها تستوستيرون واندروستيرون كتير، فهتلاقي عندها صفات ذكوره، فتلاقي مثلا طلع لها دقن. طلع لها دقن ليه؟ لان بقى عندها تستوستيرون واندروستيرون، فالتستوستيرون واندروستيرون طلع لها دقن وخلاها خشنه شويه، فاهم؟ في خشونه في الحده، تمام. يبقى احنا يا شباب لو حدث خلل من توازن الهرمونات الجنسيه والهرمونات اللي طالعه من الناس والهرمونات الجنسيه من الغده المختصه يؤدي ذلك الى ظهور صفات وعرض الذكوره
في الاناث. يعني الست طلع عليها عوارض ذكوره او ظهر عليها صفات ذكوره، زي مثلا طلع لها دقن. طيب ولو الراجل هيظهر عليه صفات انثويه، لو الراجل ظهور صفات في الذكور البالغين، الراجل يظهر عليه صفات انثويه، فمثلا يحصل له حاله تسدي. فهمت؟ ده لو حصل ايه خلل. تمام. طيب ثانيه واحده عشان المغرب هيأدي، ثانيه واحده معلش. طيب نكمل بعض يا شباب ونتكلم عن ايه اللي هيحصل يا دكتور لو حصل تورم لقشره الغده القذريه. بص يا سيدي ركز معايا الله يكرمك عشان تفهم الحته دي. ولو يكن مثلا مثلا انا كمحمد او انا كاي حد، بلاش نتكلم عن اي حد مثلا، او الشخص البالغ بيطلع له 10 جرام هرمونات جنسيه. يبقى انت بيطلع لك ايه؟ 10 جرام هرمونات جنسيه. 5 جرام 5 جرام من الهرمونات الجنسيه دي بيطلعوا من المناسل مثلا، و5 جرام تانيين 5 جرام تانيين مثلا بيطلعوا من قشره الغده القذريه. يبقى 5 جرام بيطلعوا من هنا و5 جرام بيطلعوا من هنا. طيب ايه اللي حصل يا دكتور؟ اللي حصل حبيب قلبي ان قشره الغده القذريه تورمت، حصل تورم في قشره الغده القذريه. وقته في زمين وفي حصل تورم في قشره الغده القذريه. مع ان حصل تورم في قشره الغده القذريه، يعني ده طبعا الشيخ عبد الحميد بيأذن المغرب متاخر، فاهمني؟ فاحنا هنوقف الفيديو تاني معلش. طبعا لا اله الا الله حقا وصدقا ويقينا، طبعا عشان نخلص، عشان ايه فضلنا حته بسيطه يعني بحيث ان احنا نلحق المغرب. طيب فحصل تورم في قشره الغده القذريه. معنى يا دكتور ايه حصل تورم في قشره الغده القذريه؟ يعني افراز قشره الغده القذريه زادت. يعني يا دكتور بدل ما القشره القذريه كانت بتطلع 5 جرام هرمونات جنسيه، لا قالت لك لا انا عليها بال 10 جرام كلهم، اطلع 10 جرام هرمونات جنسيه. شكرا. طيب انا اصلا محتاج كام؟ انا اصلا محتاج 10 جرام. ال 10 جرام كلهم بيطلعوا منين؟ قال لك بيطلعوا من قشره الغده القذريه. فالناس اللي يقول لك الحمد لله طريق السلام، انت خلاص انت محتاج 10 جرام، قشره الغده القذريه قامت بيهم كلهم، انا دلوقتي ما عادش ليا دور، فمش هطلع هرمونات جنسيه، خلاص ريحني يا عم، شكرا يا سيدي، شكرا جدا. فالمناسل ما عادش بتطلع هرمونات جنسيه. ليه؟ لان يعني مش عدت محتاجها، هي ال 10 جرام كلهم بيطلعوا من هنا، فانا ما عدتش بطلع هرمونات، انا مش عايز الهرمونات بتاعتك، فاهم؟ فالمناسل بتوقف افراز للهرمونات الجنسيه. طب يا دكتور لما يتوقف افراز الهرمونات الجنسيه دي حاجه حلوه، ده احنا كده بنريح الخصيه وبنريح المبيض اللي هو المناسل، يعني بنريحه، حلو، بنريح الغدد الجنسيه، حلو. قال لك لا، الكلام ده مثلا لو انت بتتكلم عن آلة، لو احنا بنتكلم عن كائن حي، توقف الفانكشن بيعمل ضمور في العضو. يعني توقف افراز الغده الجنسيه او توقف افراز المناسل للهرمونات الجنسيه ده بيعمل بعد فتره ضمور في الغدد الجنسيه، لان خلاص انت مش محتاج المناسل بتاعتك، مش محتاج الهرمونات اللي بتطلع من الخصيه، مش محتاج الهرمونات اللي بتطلع من المبيض، فخلاص انا اقول لك نضمر احنا، خلاص انت مش محتاجنا، خلاص احنا هنضمر. تمام. فيحصل ضمور في الغدد الجنسيه، في كل الجنسيه لو حد تورم في ايه؟ في قشره الغده القذريه. تمام. طيب سريعا تعال نتكلم عن هرمونات النخاع اللي هو الادرينالين والنور ادرينالين. سؤال يا دكتور، امتى نفرز ادرينالين وامتى نفرز النور ادرينالين؟ قال لك بص، الادرينالين والنور ادرينالين دول بيتفرزوا عند الخوف والاثاره والقتال والهروب. تعال مثلا نتكلم عن، مثلا انت بتتكلم عن خوف، بتتكلم عن قتال، بتتكلم عن هروب، يبقى انا يا دكتور بفرز ادرينالين ونور ادرينالين امتى؟ قال لك في الخوف والقتال والهروب، وانا خايف وانا بتخانق وانا بهرب. طيب تعال مثلا نتكلم عن الخوف. انت مثلا دلوقتي خايف ليه مثلا يا دكتور؟ قال لك مثلا خايف لان في كلب بيجري ورايا، كلب مسعور بيجري ورايا. طب لما انت بتشوف الكلب بيجري وراك هتعمل ايه؟ قال لك هجري. طيب انت حبيب قلبي عشان تجري محتاج ايه؟ هقول لك والله يا دكتور انا عشان اجري محتاج انقباض في عضلات الفخذ، محتاج ان او عضلات الرجل بتاعتي، يعني محتاج ان عضلات الرجل بتاعتي تنقبض وتنبسط بسرعه. ليه؟ عشان اجري بسرعه. طيب يبقى دلوقتي انا محتاج انقباض العضلات بتاعت الرجل تكون سريعه. طيب هو يا شباب العضلات بتاعتنا عشان تنقبض محتاجه ايه؟ قال لك والله يا دكتور العضلات عشان تنقبض محتاجه طاقه، محتاجه اي تي بي. طيب هو احنا يا شباب بنجيب الاي تي بي ده منين؟ قال لك والله يا دكتور بنجيب الاي تي بي من اكسده الجلوكوز. فلما بنأكسد الجلوكوز بنكسر الجلوكوز وبنطلع منه 38 اي تي بي.
يبقى دكتور احنا محتاجين اي تي بي هنجيبه من اكسده الجلوكوز، فلما اكسد الجلوكوز يطلع 38 اي تي بي. تمام. تمام. طب يا دكتور اكسده الجلوكوز دي، عمليه اكسده الجلوكوز دي بتتم فين؟ قال لك بتتم في الخلايا. طيب يا دكتور انا دلوقتي عشان اطلع اي تي بي كتير فانا محتاج اعمل اكسده جلوكوز كتير، فبالتالي محتاج اودي اكسجين للخلايا كتير ومحتاج اودي جلوكوز للخلايا كتير. طيب هو مين يا دكتور اللي بيودي الجلوكوز والاكسجين؟ مين اللي بيودي الاكسجين والجلوكوز للخلايا؟ قال لك الدم. اصلا الجلوكوز والاكسجين ماشيين في الدم، فاللي هيودي الجلوكوز والاكسجين للخلايا هو الدم. فانا يا دكتور لو انا عايز الدم او لو انا عايز الخلايا بتاعتي تعمل لي اكسده جلوكوز كتير، فانا بالتالي محتاج ان الدم بتاعي يكون سريع بحيث ان هو يوزع على الخلايا دي اكسجين وجلوكوز كتير. يبقى انا اول حاجه محتاج ايه؟ محتاج ان الدم يكون سريع، اللي هو يعني من الاخر محتاج ازود ضغط الدم. ليه؟ عشان يوزع جلوكوز واكسجين على الخلايا كتير، فبالتالي اعمل اكسده جلوكوز كتير، فبالتالي اطلع اي تي بي كتير. يبقى دي كده اول حاجه. طيب يا دكتور هو اصلا مين اللي بيضخ الدم ده؟ قال لك اللي بيضخ الدم ده القلب. طيب انا دلوقتي محتاج ان ضغط الدم يكون عالي ومحتاج ان انا ازق الدم بسرعه. طيب مين بيزق الدم؟ القلب. طيب لو انا عايز الدم يتضخ بسرعه يبقى انا محتاج اعمل ايه في دقات القلب؟ والله يا دكتور محتاج تزود دقات القلب. يبقى تزود دقات القلب. وده يا شباب اللي بتعمله الادرينالين والنون ادرينالين. اول حاجه الادرينالين والنون ادرينالين بيروحوا يشتغلوا على الكبد. واحد بيفهم يقول لي نشتغل على الكبد، هقول لك والله لان احنا محتاجين جلوكوز، فاحنا اصلا كنا مخزنين الجلوكوز على هيئه جلايكوجين في الكبد، فنروح نشتغل على الكبد. نقول له يا كبد بعد اذنك عايزين الجلايكوجين اللي عندك، يقول لك يا باشا عيني. يبقى الادرينالين يروح يشتغل على الكبد يقول بعد اذنك عايزين ايه؟ الجلايكوجين اللي عندك، وياخد الجلايكوجين منه ويحوله للجلوكوز، وناخد الجلوكوز ده وندخله في عمليه ايه؟ اكسده الجلوكوز عشان نطلع منه اي تي بي. تمام. يبقى اول حاجه نشتغل على الكبد ناخد منه الجلايكوجين ونحوله ايه؟ لجلوكوز، لان احنا محتاجين الجلوكوز عشان نعمل اكسده الجلوكوز، فاكسد الجلوكوز وطلع منه اي تي بي استخدمه في كبد العضلات. يبقى دي كده اول حاجه. طيب تاني حاجه محتاج ايه؟ قال لك محتاج تزود ضغط الدم. طب ليه يا دكتور تزود ضغط الدم؟ عشان اودي جلوكوز واكسجين للخلايا كتير. طيب تاني حاجه تالت حاجه محتاج اعمل ايه؟ محتاج ازود دقات القلب. محتاج يعني ليه ازود دقات القلب؟ عشان دفع الدم يكون سريع، فلما دفع الدم يكون سريع نقدر نوصل اكسجين وجلوكوز للخلايا كتير، فبالتالي اقدر اطلع اي تي بي كتير، فبالتالي اعرف اعمل انقباض للعضلات. يبقى واحده واحده كده يا دكتور الادرينالين والنون ادرينالين اللي بيطلعوا في الخوف والقلق والهروب بيعملوا ايه؟ قلت له والله يا دكتور انا محتاج جلوكوز، فيروحوا للكبد نقول بعد اذنك عايزين الجلوكوجين اللي عندك عشان نحوله الجلوكوز، والجلوكوز ده نعمله اكسده جلوكوز. يبقى اول حاجه بنعمل ايه؟ قال لك بيعمل زياده نسبه السكر في الدم عن طريق ان انا احلل الجليكوجين المخزن في الكبد الى جلوكوز، يبقى انا كده زودت الجلوكوز في الدم. طيب تاني حاجه محتاج اعمل ايه؟ قال لك محتاج ارفع ضغط الدم، ازود ضغط الدم. تمام. عشان اودي جلوكوز واكسجين للخلايا كتير عشان اعمل اكسده الجلوكوز. طيب تالت حاجه محتاج اعمل ايه؟ قال لك محتاج ازود قوه وسرعه انقباض القلب. تمام. معنى ايه يا دكتور مثلا ازود سرعه قوه وانقباض القلب؟ يعني ايه زياده انقباض القلب او يعني ايه زياده دقات القلب؟ قال لك بص يا حبيبي، الطبيعي ان دقات القلب هتلاقي ان القلب بيدق 70 دقه كل دقيقه. طيب لما يا دكتور نفرز ادرينالين ونون ادرينالين، لان احنا مثلا في حاله خوف او حاله اثاره او حاله قتال او حاله هروب، على فكره الاثاره دي مثلا زي ما انت الاثاره دي يا شباب زي مثلا تكون في امتحان، تمام، دي برضو حاله اثاره. طيب انت مثلا في حاله خوف اثاره قتل هروب، فبالتالي محتاج تزود دقات القلب. يعني دقات القلب هتبقى كام؟ قال لك مثلا تلاقي مثلا الناس اللي عندهم ادرينالين عالي بسبب ان هم خايفين مثلا تلاقي مثلا عندهم 90 دقه كل دقيقه، قلبك بيدق 90 دقه في الدقيقه. تمام كده معنى ان ايه؟ عامل زي دقات القلب. تمام. فانت لو جيت مثلا اداك كده جدول وقال لك ان دقات القلب واصله ل 90 دقه، اعرف ان احنا كده عندنا زياده في دقات القلب، وكده بسبب ايه؟ زياده الادرينالين والنون ادرينالين، لان احنا مثلا في حاله خوف واثاره وقتال وهروب. اتمنى ان انا اكون افدتك في محاضره الغده الكظريه هنا، واتمنى انك تكون استفدت بمعلومات، وما تنسناش بلايك وسبسكرايب وعرف زمايلك بينا عشان يعني القناه تكبر وكده، ونقدر ان احنا يعني نطور من الشغل وكده. ويلا مع السلامه، بالتوفيق، اشوفك في فيديو جديد.